حرفيا ده الجدول اللي انا كنت ماشي بيه في ثالثه اعدادي وكنت ماشي بيه في ثالثه ثانوي في رمضان. حرفيا لو عايز تستفاد اسمع الفيديو للاخر، وهسيب لك الجدول في اخر الفيديو صوت وصوره. باذن الله الفيديو ده احنا هنتكلم فيه عن جزئين، جزء عن نظام المذاكره في رمضان والنصايح ازاي نذاكر او نعمل ايه قبل ما نذاكر، والجزء الثاني هيتكلم عن اوقات المذاكره في رمضان، هنذاكر من امتى لامتى. بس حرفيا عايزك تعرف حاجه كده في الاول قبل ما بتسمع الفيديو، احنا توتال عدد الساعات اللي هنذاكرها في اليوم الواحد في رمضان هتبقى 11 ساعه، وعدد ساعات النوم هيبقى 8 ساعات، وعدد ساعات الراحه 5 ساعات. يعني هتنام براحتك، هتذاكر 11 ساعه في رمضان وانت صايم، وعدد ساعات اللي انت هتستريحها 5 ساعات، ده غير ان انت هتقرا قران، غير ان انت هتصلي وهتصوم والدنيا كلها هتبقى تمام. فما تنساش تتابع الفيديو للاخر وتسمعه للاخر عشان تستفاد باكبر قدر ممكن. وعلشان ما اطولش عليك اكتر من كده خلونا نبدا بالجزء الاول من الفيديو، وهي النصايح قبل المذاكره او هنعمل ايه واحنا بنذاكر. بص يا سيدي، اول حاجه عايزك تعملها ان انت تحدد وقت للمذاكره، وقت معين للمذاكره، مثلا من 4 الفجر ل 10 الصبح انا هذاكر فيزياء واحل تدريبات عليها، مثلا من 9 ل 12 بالليل هذاكر كيمياء واحل تدريبات عليها. يبقى انت محدد وقت للمذاكره. تاني حاجه عايزك تعملها وهي ان انت تبعد عن المشتتات، اي حاجه هتشتتك ابعد عنها. صحابك في الفتره دي حاول على قد ما تقدر، وخصوصا لو انت ثانويه عامه تبعد عنهم في الفتره دي. تبعد بقى في رمضان عن السوشيال ميديا تماما، فيسبوك، انستجرام، اي حاجه تبعد عنهم، مسلسلات، اي حاجه، لان الفتره دي مش حمل ان انت، خصوصا لو انت ثانويه عامه، مش حمل ان انت تضيع وقت. لان انت لو جيت فتحت فيس هتلاقي حد منزل بوست او حاجه عن مثلا مسلسل الكبير، فهيبتدي الفضول ياخدك، طب ما اروح اسمع مسلسل كبير عشان اعرف ايه اللي حصل فيه، واحده في الثانيه، ساعه في الثانيه، هتلاقي نفسك اليوم ضاع. فحاول على قد ما تقدر تبعد عن المشتتات واي حاجه تلهيك. مالكش دعوه بعزايم رمضان، مالكش دعوه بالمسلسلات والافلام، مالكش دعوه بالسوشيال ميديا. والله العظيم اللي انا بقوله لك ده اللي انا عملته، والله العظيم حذفت الفيسبوك خالص، وحذفت الانستجرام خالص، والله العظيم وما كنتش بقعد معاهم نهائي في الصلاه، كنت يا دوب افطر وارجع مثلا اصلي او اعمل اي حاجه. بص اللي انا هقوله لك في الفيديو ده هو اللي انا هعمله، تابع معايا الفيديو للاخر علشان تستفاد باكبر قدر ممكن. ثالث حاجه عايزك تعملها وهي ان انت تحط خطه واهداف واضحه للمذاكره. مثلا قبل ما تذاكر لازم تحط الخطه دي، بمعنى انت هتقول انا هذاكر مثلا الفيزياء، هذاكر فيها هحل مثلا 3 امتحانات، وهذاكر مثلا الدرس الخامس كهربيه والدرس السادس مش عارف ايه. يبقى انت حطيت خطه ووضحت بالظبط انت هتذاكر ايه، عشان تبقى عارف لما تيجي تذاكر انت هتذاكر ايه وايه المفروض تنجزه. مش تبقى بتذاكر لازم ترتب الافكار لمخك. مخك بيحب ان انت ترتب له الافكار، كل ما ترتب له الافكار اكتر كل ما هيفهمها اسرع وهتثبت معاه بشكل اكبر. رابع بقى حاجه واهم حاجه وهي ان انت تحاول تنظم دروسك على قد ما تقدر. حاول لو انت بتنزل دروس ما بتاخدش اونلاين وبتاخد دروسك في مجموعات، حاول على قد ما تقدر تخلي كل الدروس في يومين بالكتير، علشان ده رمضان مش حمل فرهده، مش حمل تنزل وانت عايز تذاكر. وخصوصا برضو لو انت ثانويه عامه فالفتره الاخيره دي انت محتاج تذاكر اكتر ما انت تنزل دروس او كده، فانت محتاج تذاكر وتحل. فحاول على قد ما تقدر دروسك كلها تخليها في يومين، والوقت الباقي في الايام تقعد بقى تذاكر فيه صح. رابع او خامس حاجه بقى عايزك تعملها وهي ان انت تكافئ نفسك. حاول على قد ما تقدر تكافئ نفسك بعد كل شابتر تذاكره او بعد كل 5 امتحانات تحلهم. قول انا هكافئ نفسي، هكافئ نفسي بان انا هقرا مثلا جزء في القران، او ان انا مثلا هنام ساعه او ساعتين بالنهار. سادس حاجه عايزك تعملها وهي ان انت تنام بقدر كافي على قد ما تقدر في ايام رمضان. انت لو نمت وشكل كبير وشكل كويس يستريح في جسمك هتقدر تذاكر بشكل كبير. طيب هننام ازاي بشكل كبير؟ ده اللي هقوله لك في اخر الفيديو في الجدول ده، هنذاكر من امتى لامتى وهننام من امتى لامتى. سابع او ثامن حاجه عايزك تعملها وهي ان انت لازم تتسحر. وقت السحور ووجبه السحور دي مهمه جدا جدا جدا، لان دي اللي ماشي بيها طول اليوم لحد ما تفطر، فانت لازم تتسحر واوعى تفوت وجبه السحور دي. اخر واهم حاجه عايزك تعملها وهي وجبه الافطار. حاول على قد ما تقدر وانت بتفطر ما تتقلش في الافطار، افطر حاجه خفيفه وبعدها بنص ساعه ابقى افطر حاجه خفيفه تانية، علشان لو انت فطرت بشكل كبير هتلاقي نفسك جسمك خملان ومكسل وهتلاقي نفسك عايز تنام. فحاول على قد ما تقدر تفطر حاجه خفيفه.
دلوقتي بقى هنيجي لاوقات المذاكره في رمضان، الوقت اللي احنا حرفيا هنذاكر فيه، وحرفيا والله ده الوقت اللي انا كنت بذاكر فيه في رمضان في ثانويه عامه وفي ثالثه اعدادي، وخصوصا في ثانويه عامه لان رمضان طول الوقت كان بيجي في ثانويه عامه ما كانش بيجي في ثالثه اعدادي. فهقول لك على الجدول بالظبط هتذاكر من امتى لامتى واوقاته هتعمل فيها ايه. تمام. اول حاجه اليوم معايا في رمضان كان بيبدا كالاتي، حرفيا كالاتي. اول حاجه الصبح، فترة الصبح دي كنت مثلا بفطر واتسحر، كان بيجي على الساعة مثلا 4، بقوم بقى ببدأ مذاكرة من الساعة 4 للساعة 10، ده بذاكر فيها مذاكرة الصعب، كل حاجة صعبة بذاكر فيها، سواء بقى كيمياء فيزياء انجليزي اي حاجة صعبة كنت بذاكرها في الفترة دي، لان الفترة دي ببقى اكون لسه فاطر ومخي مركز، ودي اكبر فترة بيكون مخك مركز فيها، فكنت بذاكر فيها الصعب، يبقى بذاكر من 4 ل 10 مذاكرة الصعب. من 10 ل 11 دي كانت فترة مفتوحة ليا، عايز انام فيها بنام، عايز اقرا قران بقرا قران، عايز ورايا درس وعايز اروحه وبروحه. تمام. طيب من 11 ل 3 دي كانت بتبقى فتره النوم عندي انا عايز انام بنام في الفتره دي، ورايا درس ممكن برضو اروحه في الفتره دي، مش ورايا درس بنام من 11 ل 3. تمام. نيجي بقى لفتره العصر، فتره العصر جسمنا بيكون تعب شويه وما بقاش مركز زي الاول، فبكون بعمل ايه؟ من الساعه 3 للساعه 5 بذاكر، بس بذاكر ايه بقى؟ بذاكر الحاجات السهله، ببدا بمذاكره السهل، حاجه زي الفرنساوي، حاجه زي العربي، حاجه خفيفه مش هتستهلك قدر كبير مني من مخي او من طاقتي، فكنت بذاكر فيها الحاجات السهله. يبقى من 3 ل 5 بذاكر السهل، ومن 5 ل 7 كنت ده وقت الافطار بقى، بقعد افطر، اقعد شويه مع اهلي، اقعد شويه مع اسرتي، كلام كده. يبقى من 5 ل 7 ده وقت الافطار، ويعتبر كانها فتره مفتوحه ليا مش هذاكر فيها. طيب من 7 ل 8 طبعا ده بالليل، من 7 ل 8 ده بيبقى وقت التراويح والعشاء والكلام ده كله، فكنت بذاكر فيها، فكنت بصلي فيها صلاه التراويح مع الناس عادي جدا، بقرا قراني، وفتره مفتوحه ليا. من 8 ل 10 بقى، من 8 ل 10 بالليل بعد التراويح كنت بذاكر فيها. طيب بذاكر بس؟ لا، كنت بذاكر وبراجع وبحل في الفتره دي، لو في حاجه وكنت بخصوصا اكتر كنت بحل فيها على قد ما اقدر، حاجه واقفه معايا طول النهار، حاجه ما كنت ذاكرتها ولسه ما حلتش عليها، وحاجه ذاكرتها بالنهار ولسه ما حلتش عليها، ببدا بقى احل عليها من الفتره دي من 8 ل 10. من 10 بالليل ل 3 الفجر كنت بعمل ايه؟ كنت بنامهم، يبقى انا كده بنام من 10 ل 3. طيب في الفجر من 3 ل 4، 3 ل 4 فتره الفجر دي كنت بسحر وبقرا قران، بحاول كل يوم على قد ما اقدر بقرا 20 صفحه من القران او 50 صفحه من القران علشان انجز واكون خلصت ختمت القران في فتره رمضان. طيب دلوقتي انت لو جيت حسبت معايا عدد الساعات المذاكره، هتلاقي عدد ساعات المذاكره 11 ساعه، يبقى انت ذاكرت 11 ساعه في رمضان. طب عدد ساعات النوم، هتلاقي نفسك بتذاكر 8 ساعات، هتلاقي نفسك نايم 8 ساعات، وده فتره كويسه جدا ان جسمك يستريح فيها. مش هنامهم كلهم 8 ساعات ورا بعض، فترات متقطعه، بس هنام 8 ساعات. طيب بالنسبه عدد ساعات الراحه والفترات المفتوحه، عندي 5 ساعات راحه وفترات مفتوحه، دول لو عايز درس هروحه فيهم، لو عايز اقعد وما اعملش اي حاجه ولا انام ولا اذاكر واقعد بس 5 ساعات، فتره كبيره جدا وكويسه جدا. بس كده ده كان بالنسبه للفيديو بتاع النهارده، اتمنى اكون استفدت، والفيديو بتاع النهارده هيبقى ليه جزء تاني لو لقيته عجبكم، فلو انت استفدت من الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك ليه عشان انزل لك الجزء التاني منه. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، سلام.